ازاي انك تكون بزنس اونر ناجح، قادر تكبر البيزنس بتاعك بخطوات ثابته، لكن في نفس الوقت محافظ على سلامك النفسي وسلامتك النفسيه وعقلك واللي متبقي من شعرك. كل الحاجات دي محتاج تكون محافظ عليها كويس. طيب، فالاستراتيجيه اللي هكلمك عليها النهارده الحقيقه اتعلمتها من مواقف الحياه، وزي ما بقول دايما الحياه هي اكبر مدرسه. صح، ممكن تاخد كورسات، تاخد دورات، حاجات كتيرة جدا، لكن اللي بنتعلمه في الحياة أثمن وأغلى وأدق وأوقع مئات المرات من طرق التعلم الأخرى. بوكسينج اند شيلفينج. طيب ايه هي التقنية دي، او ايه التكنيك ده، او ايه الاستراتيجية دي؟ بمنتهى البساطة، تاني انا بتخيل انه انا عندي دولاب مليان أرفف، تمام، وأنا عندي تحدي ما، عندي مشكلة ما، عندي تاسكات كتيرة جدا متنوعة. وأنا بدير البيزنس بتاعي بدير إدارات مختلفة، تحديات مختلفة، مشاكل بتفرقع في وشي ليل ونهار، حاجات عايزة أتعلمها وأطورها في نفسي. طب كل الحاجات دي عبارة عن، خلينا نقول كده، بروجكتس أو مشاريع صغيرة أو شوية تحديات كده من اللي بتوجع القلب، أيا كان سميها زي ما أنت عايز تسميها. بس أنا عايز أركز النهاردة دلوقتي على حاجة مهمة أنا بعملها عشان تساعدني أعمل بروجرس، أطلع لقدام. طلعت لي بقى الحاجات التانية دي اللي مش وقتها دلوقت، أو ما عنديش عليها سيطرة دلوقت. أعمل إيه؟ أتخيل كده أن أنا واخد هذا الموضوع كله على بعضه كده، وأقوم رايح حطه في بوكس أو في رف من الأرفف ديت، وأقفل عليه كده بالمفتاح، وأنا مطمن أنا مش هسيبه. يعني هو موجود في حياتي، المشكلة مش رايحة في حتة، بس هرجع لها وقت ما أكون قادر أتعامل معاها نفسيا، أو وقت يسمح أن أنا أتعامل معاها، أو في الوقت التاني المناسب ده هروح أفتح الضرفة، هفتح البوكس ده، وأقوم مطلع التحدي وأحطه قدامي على الترابيزة وأتعامل معاه بكامل تركيزي وكامل طاقتي. فده المبدأ بتاع بوكسينج اند شيلفينج. تاني، انت اللي منكم محتاج يشوف نجاح حقيقي في حياته، نجاح كبير بيحصل في حياته من غير ما يكون بيتعرض لإرهاق شديد جدا وتعب نفسي وشعوري عالي جدا يتسبب في انه يحصل له إرهاق بدني رهيب وهو قاعد في مكانه وما بيعملش حاجة. محتاج يتعلم ويفهم ويطبق هذا التكنيك.